أحسن الله إليكم. يقول: هل نأخذ الحق من المبتدع ونترك الباطل أم نأخذ الحق فقط؟ يقول: هل نأخذ الحق من المبتدع؟ هل يقبل الحق من المبتدع؟ ما أدري الحق المطلوب هذا أي حق؟ إذا تكلم أو نصح أو لا ينبغي أن يكون صاحب الباطل موجها حتى لئلا ترتبط القلوب به وتطمئن إليه ويدس في نصائحه وأفكاره وحديثه ما يفسد العقيدة، ينبغي أن يجتنب. نعم. وحديث أحسن الله إليك الشيطان مع أبي هريرة رضي الله عنه، كيف هذا يستشهد به أحسن الله إليك؟ كيف يرد أو يتعامل معه؟ معروف. هذا حديث أبي هريرة، الرجل 3 مرات يمسكه أبو هريرة ليرفعه إلى الرسول ويتوسل ليطلقه، ما كان يعرف أنه شيطان. في الثالثة لما علم أنه لا مجال للاعتذار الرفعة قال: دعني أعلمك كلمات. فعلمه كلمات. أولا لم يأخذه أبو هريرة معتمدا على هذا القول حتى أخبر النبي وقال النبي: قد صدقك وهو كذوب، أي أن هذا حق، آية الكرسي تنفعك، فهو ما اعتمده لأن هذا الشيطان قاله. نعم.